اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برا عزيزة كانم درسي سيمان لبابتي طلاقة وإن شاء الله ولدين أم درسك وتعيب بابتك دينين. هاي لا طلاق بشي بينجم لأنواع طلاق من حيث عدده للرجاء عدد طلاق، وينقسم الطلاق من حيث عدده إلى سي قسم سي نوعية كم يعني قسمية كم باوانا يبني قصقا بمنو سي قسم وإلى قال أنواع كان ثلاثة كان بها ما أنت القسم الأول القسم الثاني آوا باشترو. القسم الأول الطلاق الواحد طلقة واحدة يعني يك طلاق بدي أي شوية كسب جناكي بيجي أنت طالق يك جار يعني لفظك بكاري معناه يرجع بقى يعني حكمكي اتفق الفقهاء على أن الطلاق الواقع بطلقة واحدة صحيح، وتبقى المرأة في عدتها أكبتها عدة كيوة، وللزوج أن يراجعها ما دامت في العدة في عيشة نبي تيرتوتها وكل عدة يابين يسقوا من لما متفقين بس من لو متفقين لكوية أو طلاق بدأ أو طلاق أبي لبردم حاكمها أبي لبردم شايتها ومش أسان صحيح بس أو طلاقة أبي دواي تفكران دواي بيركردنوا دواي يدعشونوا أو بلغة كمان شيء الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حديث إشمال له باروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في رجل طلق زوجته طلقة فقال لها الرجعة ما لم تنقضي العدة. نوع دوم الطلاق الثنائي دو طلاق ويجب دو طلاق مكوتوين أن يطلق الزوج زوجته مرتين إما متفرقتين أو مجتمعتين ليقصها. أنت طالق طلقتين حكمك إيشيا يقع الطلاق الثنائي صحيحا أما طبعا لا الجمهور، وتبقى للزوج حق الرجعة ما لم تنقضي العدة، وإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد. أجر عدة توابو أبي تبينوني صغرى بعقد كتازبكي بلغا كشي الله طلاق مرتان والله ما بلغاني على سلامة نيوتو طلاق يعني دو جار بدري نيوتو الطلاق طلقتين واي نوتو فرمتي الطلاق مرتان نازم أمان والله يازم من يا من عربي تناقين نازم. فهذه هي المرة مرتان اللتان يجوز فيهما الرجعة. آراء الفقهاء الجمهور الله ينشي درباري أما يقع الطلاق بالعدد اللفظ أجر وتي دو أكوي مالكي كان الله ينشي يرون كراهة التعجيل بأكثر من واحدة وتيانا مكروهة دوان بيكوا هل يكي زيادة النابي شوك فرصي رجعتنا كما بيتوا. نوع السيم طلاق ثلاثي طلقة بيكوا هو أن يطلق الرجل زوجته 3 طلقات إما متفرقة في أزمنة أو دفعة واحدة بيكوا يعني لا كات جواز. مسألة خلافية طبعا أما مسألة خلافية لدوكي شاهية هل تقع الثلاث إذا أوقعها زوج دفعة واحدة؟ أكبي أنا أكبي أقوال العلماء جمهور وتيانا تقع الثلاث جميعا وتفارق المرأة زوجها بينونة كبرى وتيانا هم يكبي بلغا كشان أوي إمام عمر فرمي إن الناس قد استعجلوا على الزماني في غمرها صلى الله عليه وسلم طلاق السيبة يكبوا لزماني أبو بكر شاء لزمان عمر شاء 2 صال دعاء وإمام عمر أما يفرموا إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات أخوشي عليه أخوان مجالي دا بلا أمان أخوان بليان كرديا دي فلو أمضيناه عليهم لكوابور لسالي بوجه بجيناك ما دام أخوان فلا أخوان أما عقوبك يا باس ما كنت إمام عمر أخوان الرازي بين لما موضوع عقوبات متشدد بو كسيك بو هالرشيك بو خوف ترسان دنيا إمام بو برا يسا إمام نالين راو قدغيا كاك يسا إمام بيعي كي مسلماني تشاك بو بحاكمي ولاتي كردستان وتي راو قدغيا يترى ما أكلت بلغا كوا دواي 10 سال دواي أمي سبو حالاتي وتي راو قدغيا بس دواي وك حيوانات زورو بو أمانو مجال راو درا يعني تو أي كاك فلانة كسوتي قدغيا ترى بقدغ به معناه أبويا كتو أكل حيوان راو كده كان حرام لي أخوي طبعا وان يسيك سر جوابي من هذا جاء سنتي خلفاء بابا والله سنتي خلفاء الراشدين بو معناني اگر حديثك صحيح شبه من اقصى كم دواي ولي يقولون برن بقرر مزاح حديثك صحيح يا ضعيفه بلام اگر حديثك صحيح شبه او معناينيا او حديث معناي او يا كواشني خلفاء الراشدين كوي لدصلاته لشرايا لحكمه لاداري دولته نقل مسائل فقيه بتشوفوا وردو معناه
أو خوشيان خلاف يعني جاري واحد هلا سميرات هو يقولن أم قصة لما أما ألطونا أم قصة لقيش إن هذا سناك به أويك أجر حدثك صحيح به طبعا يشك يكسر دوك الله جوش كانوا درجة ولا لوت كانوا درجة كاتم الله ما أجر حدثك صحيح به إيه كذا بقرب زان صحيح زايفة يبو يكسر درس من تور رأبي برو بقرب أجر أم حديث صحيح بو إثباتت كذا صحيحة أم جاب برو سيدي معناه كيكا والله أم حديث معناه أو النية لو ذكاريا شوني خلفاء الراشدين أجر واب وايه ما وصل أبي غلط كان شان شوني من نمونيك وجنابة أجر زحمتنا خلفاء الراشدين هلا يعني بلا أخواني أو معصومين لجدوا إخوة إمام أبو بكر أو لجدوا إخوان إلى حسابه هناك وجدك يبغوا إخوان عبيطة غزة إمام عمر هات جدوا إخوة تطبيقك أو خلاف بين علماء وكيك يسقوا هي كان خلفاء الراشدين وقوي كان يحكي من يكبر سالة لبرستكم ولا مو أما مساء عزيزانا أجر يا أم حديث بوشي ووربقلين أما معناه نية معناه أو الناقة يعني يمش وكو الشيعة قناعات من وايا كأمانة معصوما أي تهم مشتكي أمان ورقري كوابو معناه أمانة معصوما يعني وصف رئيس يفرميش أو السنة ما بس لبيها إداري دولة شورى والالتزام بالشورى أوان لمسألة إداري دولتها للشورايا أوان يعني مستحقا كيمشوا كي مستحقا كيمشوا كي غيري أو لو ذكاريا كان أجر متفق بون إمام متابعانا كي بلى وثمان قولي ابن تيمية ابن القيم بلغ كان وتيانا طلاقي سيبا هيك يا كشميري أما مذهبي جماعتك للسلف شاء وإن خوانية من رأيك كثير شنبينية عرس ثانية كم إنسان أتواني إسفادي ليبكا كمرة كثير أليان طلاقي سيبا كوترا طلاقي بدعية وأصلا حيبدأ نكشبين عاكي هذا بالعين بدعيني إذا أمينا كابن تيمية ناو راسك أشع لبو معلومات ابن عباس فرمي كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر طلاق السي بيك يا كشمير فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم أم حديثة إيدي قصة ابن تيمية كازياتر شنك في غمر صلى الله عليه وسلم ابن عباس فرمي بيكي حسابي كر من وها سكم ابن تيمية بس لا ترس أويا وتيتي بيكي يعني لو بس لا تضحك سكا في ابن تيمية وقاف ولا سر سنة بتايبة تقرأ سنة تقص أجينات ضمنيام ابن تيمية بالناقع بس حديثة كيتر اشتكي بريته الخلع وأحكامه خلع خوش يسكانم تعريفي خلع طبعا لزمان عربية وإلا خلع الثوبات وجد البركة كذا كنا أخواتي تعالى نافر من دربالي جن أفرميهن لباس لكم وذلك لأن الزوجة كانت ثوب للزوج فيفارقها كما يخلع الثوب اصطلاحا فقهاء تيان عرفه الفقهاء بأنه فرق بين الزوجين اللي كان جاء كيتو بعوض بمقدار يكفالا تأخذه الزوجة أو غيرها بألفاظ الخلع أو معناه لا غلطت هينك لبيها هي زوج ويا غلط يكيه لبيها بين السر دوم درك يبوتان لقيناك ابن قدامة أفرمي الخلع فرق بين الزوجين بعوض يؤخذ من الزوجة لجنك ورجيري وهليك لو يبان يعني لجنك ورجيري الربا بياوك بله أو أزاين شي بيستا بعوض تؤخذ أبي أوابه منك شجرك تؤخذ من الزوجة أو إيش أبي زوجتنا بيت زوجتي أو غيرها أبي أوابه أو صحيح بك صح حكاته صح حكاته فرق بين الزوجين بعوض تؤخذ من الزوجة أو غيرها ابن قدامة فرميتي أو من باسكت دهم أصل مشروعية خلع الدليل من القرآن قال تعالى فرمي فإن خفتم أجر ترسان ألا يقيما حدود الله كانت عن حدود إخوات جبل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اعتيادية يعني هرجع نقول أحبارنا بن أجر جنكشتيك بداتا بياوكا ويرس قاري به
ابن عباس فرمي جنكي ثابتي كري قيس. ابن عباس فرمي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ودين. من قال يمني لا ثابت نلا ديني لا أخلاقي نلا أخلاقي ولكن أكره الكفر في الإسلام. بلا من حزناكم لإسلام كفر بكم يعني لنا كفر جيانة كفر زندكي كفر أصغر كفر العشير. في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي طبعا تيجي تكسر في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي حديقة كيبو أجريته طبعا ما حد سكدريجة بس مختصر كل باز كراوة. طبعا يا رب يا غمر صلى الله عليه وسلم فرموي قصدت شيء روني كلوا أيش روني كلوتو تيتي ماريا كي شيء وتيتي ماريا كي باخيك دايت من ده الله باخ كيبو أجريته أيش تيتي بالي فرموي حتى للروايات قال وتي بالي زياتريش وتينا أنا زياترنا باخ كيبو بيجروا أم جابها ثابت يود حديقة كي ليور بقرة وطلاقي كبده يعني وصل خلع أبي وإلا مريض ويقرأ في جرد وين مرجنية جاي اشتك كميش مرجنية هو وصل خلع أبي بس داو كمان بس لما ريكي خوي كم تربيه هنيك عليهم دروس لما ريكي خوي شي زياتر ور بقري باسيك بس ما ما كان ما انا روينا سب الشتيه كباسيكي دليل لإجماع أجمع الفقهاء على جواز الخلع عند تعذر الحياة الزوجية. يعني وتيانا جائزة خلع بكن أجر حياتي زوجيتك بتشي وخوف المرأة ألا تقيم حقوق الزوج. يصير طبعا براينا خلع بوتشيا الله لا بروي جنوبيا أترسم بيك ونا هنكريه ليك جاب نوا وانيا واي ما موسى متفق لقل ما باش يتر أمت شيء ما موسى يعني الرؤيا الله ما موسى طلاقكم خواردية كفلان شتناكم سيوني خواردية كأمناكم الله ما خلع يكم بوت شنا كمان كانوا فيها كمان كان في إنجاز داتا فيها كي خلع كان الرب روش تكبك دوايك كردي إن جابيرو إن كان ماريا بريتو اللي جالي أما باشا أما قال تكردنا كخلع خلع بو أما نكريها أما باشا يانوكو لسن أو فتواي بريك أما سوينا ومعلقة برو بخود بينك وكفارتي سوينا كده كم يا باشا كم يا شرعية جواب المرو طبعا أما يكم جارة من لجيان ما نبغى تباسكم يكم جارة يعني أما حتى ما يتم اللي يسوده خلعناكم بو أوي هين بيت شوف أم خلع لا أساسه بو أوي نكره خلع بو أوي في شيء شارع سر بكره نكبر يعرف يبكي هذا ده قاضي شو مصر هتلاقي مصر نشوف يعني نبقى قاضي أم جازايش أخي يصير حمومة مساكن شيء كان يسبروا تبغى طلاقكم خواردك من الرمال فلانة كذا أو ناتشارم يسبرهم يا فلان شد نخم يسنا ناتشارم بيخم الله بيخل عيك بواكب نالك هكا مسوينا وطلاقتنا كذي وبرو كفارتك بدأ أجر يعني أجر كفارة داني مثلا وتواو أما نالي الرات شيكا بيخل عتكم الرا خل عيانك وباوي كبانك وعقدك تازه وما ربريني تازه إيبو أما ليك شو هاد بوي طلاقك هنا كذي أو خد طلاقي خواردك نيكا يعني دواء أو شابيك طلاق لك كذي الدواء كان يعني يكو هم رؤيا مال كبراك وهاجر وفي أبيها طلاق لك يعني إلا أو طلاقة وبس أو طلاقني أو طلاقي خوارد دواء طلاق يعني كردنا أما بالراسي غلطي كتير حق أيش راس كينوا لم بابته بله خلع جنوب فيها وكل يك جاء كينوا حد يكسر أبي بينينك صغراش ودواء وعدك شيء يك معنا يك حيزة يعني ببدي أوجيك أو مع مسالك تدوجا تفاني خلع فيه جاو آخر بزاف خلع طلاقي فيها كذا أنا كذا بس هو دوغ بس أجل ما كيسك تيجي بله 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 خليجة شو تناوي نقول مثلا ها حقي رجعينا مني حقي رجعينا مني بس أتواني دواي معريبة بريتها بله برينا الدليل من الإجماع أجمع الفقهاء على جواز الخلع عند تعذر الحياة الزوجية سيكا جائزة لشكاتك عند تعذر وخوف المرأة ألا تقيم حقوق الزوج. أركان خلع عاقدان زوج زوجها يا وليكي لجاتي خوي صيغك هي ألفاظ الخلع ويصح بكل لفظ يفيد الفراق مقرونا بالعوض دروس شبيجي طلاق تدم لباتي أو إيش هذا خلع عجميري أجر أتواني بجا خلع تكما أتواني بجا طلاق تدم بلام
لباتي يعني إن كوتي لباتي كيوت إتها خلعة العوض أو باتية شيء أو باريك أدري، وهو المال الذي تقدمه الزوجة، ويجوز أن يكون مقدم صداقي أتواني مقدمة كم قرنته أو غيره أتواني مؤخرة كم قرنته أتواني لسر مقدار يتربية مذهب فقهي كان ألين شيء حنفي مالكي ألين يجوز الخلع بكل المال بحر ما عرف عليه بكل مال. شافعي وحنابلة لا يجوز أن يؤخذ من المرأة أكثر مما أعطاها شنو كذا تمالك إلا وزيات البوينية إلا إذا أساءت المعاشرة ما قال أوجنها زور خراب به وكانت فيها وكبو عنادي إنك اشتي كثير إيش. هل الخلع طلاق أم فسخ؟ حنفي كانوا تيانا خلع طلاق بائن، مالكي وحنفي وتيانا طلاقك بائنا. شافعي كانوا حنفي كانوا تيانا خلع فسخة طلاق نية لا ينقص عدد الطلقات. طلقات كان فيها كم ناكا والله فيهم خوش. إن صرح الزوج بألفاظ الطلاق فهو طلاق أقل بلفظ طلاقتي، وإن صرح بألفاظ الخلع فهو فسخ. العدة بعد الخلع عدة لدعي خلع شنيك الجمهور المرأة المختلعة تعتد بحيضة واحدة طبعا حنفي كانوا تيانا سي حيضة. العدة بعد الخلع جمهور علماء المرأة المختلعة أو حنفي كان ألين سي حيضة. الرجعة الخلع بائن لا رجعة فيه ولا بد من عقد جديد إن أراد الزوج إرجاعها. ينجم مسائل فقهية متعلقة بالخلع. هل يجوز الخلع بغير رضا الزوج؟ لا يصح إلا بموافقة الزوج. طبعا بموافقة بك. بعض المالكية الله حاكم أجر هستي كرت زرر أداء بيا وكلينا أتوانا إجباري بك سكيش راسك. هل يصح الخلع مع الإكراه؟ جمهور وتيانا لا يصح الخلع بالإكراه لأنه عقد مالي يعني بناكري بس حنفي كان ديار الله نكري يسدين يصير طلاقي تعسفي. أم بابتش زور جرينجا أما بابتي تازه لمحكمة تازه هي بابتي كلنا وقانونها هي يسيوا أجاتن ليبي. طلاقي تعسفي من المسائل الدقيقة زور وردة لباب فقه أسري، ويقع حين يستخدم الزوج حقه في الطلاق استخداما ظالما دون سبب شرعي. طلاق دانك ببيع سبب شرعي، ويقع حين يستخدم الزوج حقه في الطلاق بلام استخدامك ظالم دون سبب شرعي أو حاجة معتبرة مما يترتب عليه أضرار نفسية أو مادية بالزوج. يعني جنا يفوتيني مالو منالك فوتيني، فيبحث حينها في مدى جواز هذا الطلاق. سيرة كريبزان أما شنو جائزة أم طلاقة وآثار كان شنك ومسؤولية الزوج تجاه ما ترتب عليه. تعريف الطلاق التعسفي. التعسف شيء مأخوذ من السوء في الاستعمال وهو تجاوز الحد لحد خوي درشوا. اصطلاحا هو استعمال الزوج لحق الطلاق دون سبب شرعي وبقصد الإضرار بالزوجة وبدون وجود مسوغ مقبول. دكتور وهب الزحيلي قال الطلاق التعسفي هو الذي يوقع من غير سبب مشروع ويقصد منه الإضرار بالزوجة أي الزرر لدى سببك مشروع نية ويجلب لها أذى بغير مبرر شرعي. حكم كيتشيا من حيث الجواز الشرعي. القول الأول الجواز مع الكراهة أو الحرمة عند التعسف. وتيانا كراهتي عندك كان شتانا أجات حد حرامي أجر تعسفي تالي. يرى جمهور الفقهاء أن الطلاق مباح في أصله لكنه يكره أو يحرم إذا وقع بغير سبب بقصد الإضرار بالزوجة. دليل كان وعاشروهن بالمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لا ضرر ولا ضرار. وتيانا حق خويتي فيها طلاق شن بدها نيدا بلام أجر ظلم بك أو أبيت حرام أجر ظلم بك واضح كراهة درجة أبو حرام يعني بقول لك طلاق باشنية وخرافة من جمهور وايا متوا يعني ببيع وزر وجود طلاق باتيان شو شنو كي طلاق دا هيك عذر يكنيه لبينا حل خويو لبابتك طلاق دا كنا نجار حتى مثلا مر من على بازار جت طلاقي كوت يلسي بس انا زامشي زر ما كشف يا طلاقك اخو اما اونيه طلاقي كده سرفا لازم وبيوت طلاقي تعسفي طبعا من لسه قولي واني كان طلاق كبير هو ما قانون واعي يجي كبير. إمام ابن عابدين حنفي قال لو طلقها لا لسبب بل لمجرد التشهي فإنه يأثم بذلك. قولي دوام قال الطلاق حق للزوج مطلقا
اما قول حنفي كان وقالن هيك كسيك بوي نيه محاسبه بكاو طواو كلام يردو طواو كيف يقول طلاق هذا سيم مذهب الفقهاء في الطلاق التعسفي حنفي كانوا تيان الطلاق مباحة لكنه يكره إن لم يكن لحاجة ويأثم إن كان يقصد بقصد الضرر مالك كانوا تيان يؤاخذ الزوج إن طلق دون سبب يعني ليه يجي ويجب عليه التعويض في بعض الحالات وتيان الهندي حالاتها بالتعويض بدا شافعي كانوا تيان الطلاق مباح ولو لغير سبب وتيان الطلاق مباح أجل سبب يشينه لكنه مع النهي عن الإضرار قد غكرا ولو يزرر بقيني حنبل كانوا تيانا الطلاق مباح ويكره إن كان تعسفيا دون مصلحة مشروعة هم يعني تقريبا قصقان إنيك كطلاق درسته بلام أجر زرر بقيني بجنك يا ما بس زرر بيك جناح بار بيك آثار كان يشيا أجر طلاق كرع يا كردي وجوب التعويض للزوجة عند المالكية وبعض المعاصرين وكو زحيلي عليه أبي تعويض بجناك بدريتوا إن ثبت أن الزوجة طلق تعسفا وجب عليه تعويض الزوجة عن الأضرار المادية والمعنوية أو المعنوية بلغيان شيء بري قواعد الشرعية كلها بلغا الضرر يزال من ضره الله ومن شق الله عليه أو يعني كلها بلغا أم جاء بو مسألة إسكان نشتجبون شوين ونفقة آية طلاق تعسفي أواني بركبه إن كان الطلاق تعسفيا والزوجة بلا مأوى أو كاتح قاضي بريار أداء سكناي بذاته حتى آفرتك جي خوي أقري شوك أخوي تعالى فرمي لا تخرجوهن من بيوتهم سيم سقوط حق الزوج في الولاية على الأبناء في بعض الحالات حتى عليه أن طلاق تعسفيا أقر قيشت أو حالته فياو بريق ولاية لدى درجة يرى بعض القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي أن التعسف في الطلاق قد يسقط ولاية الأب في بعض الشؤون التربوية إن ثبت ضرره على الأبناء أجر زانيا أما زرر لب من الأداء لبر مسائل باوك ولايتي لسد لا شيء حتى يعني احتمال مثلا بقات أحد أجر باوك خراب به يعني ولايتي ندريتي لمسألة بشوداني شكانيا يا لبر مسائل تر بينجم مواقف القضاء الشرعي والتشريعات المعاصرة القضاء الإسلامي أكثر المحاكم الشرعية تعتمد على قاعدة لا ضرر ولا ضرار في تحميل الزوج التعويض المالي إذا ثبت أنه طلق تعسفا أبين بك تعويضي باربدا قوانين وضعية ذات الطابع الشرعي مثل قوانين الأحوال الشخصية في مصر وسوريا والأردن تنص بعض المواد على أن للزوجة الحق هي في التعويض إن طلقها الزوج تعسفا دون مبرر خاصة إذا كان الطلاق مفاجئا أو فيه أضرار ظاهرة الخاتمة يتبين من خلال هذا البحث أن الطلاق التعسفي لا يخالف الروح التشريع الإسلامي القائم أو لا زيادة يخالف الروح التشريع الإسلامي أو لا لادا القائم على المودة طلاق تعسفي عكسي أو كشريعة إسلام دايناوا ويترتب عليه آثار أخلاقية ومالية أهمها وجوب التعويض للزوجة إن ثبت الضرر وفقا لقواعد العدالة الشرعية كما تختلف المذاهب في توصيفه بين الإباحة والكراهة مع الاتفاق على ذم الظلم والإضرار تقريبا الزوربي فقهاء ألين هني كان ألين مباح هني كان ألين مكروهة هني كان ألين أجر جيش تحدي ضرر أبيت حرام وجناح بلى كوي